في اسكندرية تحت الأرض اللي الناس ماشية عليها كل يوم من غير ما تاخد بالها. في مكان لو دخلته وحاولت تعلي بس صوتك هتحس ان انت عملت حاجة غلط، مش لأن حد زعقلك، لكن لأن المكان ذات نفسه مش متقبل الصوت العالي. مقابر قمش وقافة مش أسطورة ولا قصة خيال، ده مكان حقيقي اتدفن فيه ناس بجد، واتسمعت فيه حاجات غريبة من غير ما حد يقدر يقول ان هو وهم، ولا يقدر في نفس الوقت يقول تفسير يطمن. والقصة دي مش عن عفاريت ولا حتى أشباح، دي عن ناس شغلهم كان جوه المكان ده وشافوا وسمعوا اللي خلاهم يحترموا الصمت أكتر من أي حاجة تانية. يلا بينا نبدأ الحكاية. مقابر قوم الشقافة اتبنت من حوالي 2000 سنة في العصر الروماني تحت الأرض، واتعملت كمدافن جماعية لعائلات كاملة. المكان ده معمول في سلم حلزوني عميق، كانوا بينزلوا عليك جثث بالحبال، وكل ما تنزل درجة تحس إن الهواء أتقل والصوت أهدى، كأنك بتبعد عن الدنيا اللي فوق. المقابر دي تم اكتشافها بالصدفة لما حمار وقع في حفرة في الأرض، وساعتها الناس اكتشفت إن تحت بيوت اسكندرية في عالم كامل مدفون، وفي ممرات وقاعة اسمها كراكلا اتلاقى فيها بقايا عظام بشرية كتير من غير توابيت. وده كان وقت الحكم الروماني، ومن وقتها المكان ده اتفتح للزيارة. وكل المرشدين كانوا متفقين على حاجة واحدة: الصوت جوه المقابر دي بيتغير. وفي يوم مرشد سياحي كان مستلم رحلة مدرسية، عيال صغيرة عندهم حماس وضحك وأصوات عالية، وقبل ما ينزلوا السلم الحلزوني وقفهم وقال لهم بهدوء: المكان تحت الأرض ولازم نمشي في صمت من غير أي هزار. في الأول التزموا، لكن لما نزلوا شوية الضحك رجع تاني وصوتهم عالي، والصوت بقى يتردد في الممرات. المرشد وقف فجأة، بص حواليه وسكت لحظة، وبعدين قال لهم مش هتنزلوا تاني. كل المدرسين استغربوا، حاولوا يقنعوه، لكن هو أصر إن هو يطلعهم. قال لهم خلاص انتوا مش هتنزلوا تاني. قال إن المقابر دي مش للأصوات العالية، انتوا كده هتتأذوا، وإن هو شاف قبل كده إن الصوت هنا بيعمل إحساس مش مريح وبيعمل قبضة في القلب، كأن المكان نفسه بيقفل على اللي جوه. الرحلة خلصت من غير ما يكملوا النزول. بعدها بسنين الحارس اللي كان شغال ورديات بالليل ابتدى يحكي عن اللي كان بيحصل له. شغله يبدأ بعد ما المكان كله يقفل ويتأكد إن مفيش حد جوه، ويقفل كل الأبواب ويقعد لوحده. كان دايما يقول النهار عادي بس الليل مختلف خالص. في أول فترة ما كانش فيه حاجة غير السكوت، بعد كده ابتدى يسمع أصوات خفيفة زي صوت حد بيجي يقف، بس ما كانش صوت صريخ حتى ولا كلام، مجرد حركة. في الأول افتكرها صدى أو ممكن تكون مية، لأن المكان فيه مية تحت الأرض. بس الأصوات دي كانت بتيجي دايما بعد ما يتأكد إن المقابر فاضية تماما ومقفولة. كان بينزل بالكشاف ويلف على كل الممرات، ما يلاقيش حد، يرجع مكانه تاني، وبعد شوية الصوت يرجع تاني زي صوت زنزانة بتتفتح. ولا مرة شاف حاجة ولا مرة سمع صوت إنسان، بس الإحساس ده كان ثابت، إن في حركة بتحصل جوه، ودايما وهو لوحده. في ليلة كان المطر فيها كتير جدا،
والرطوبة كانت عالية والهوا كان تقيل، وهو كان قاعد عند المدخل سمع صوت زي حجر صغير وقع على الأرض. الصوت كان واضح وقريب. وقف مكانه واستنى شوية. مفيش حاجة تانية. تاني يوم الصبح لف على المكان كله، ملقاش أي حجر اتحرك ولا أثر للصوت اللي سمعه.